السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يتسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا. كلية الزراعة في حمل ماله تخرج 327 طالبا. إصابة 35 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطته التاريخية لاقتصاد بيئي. 4 مقاتلات روسية تبعد قاذفات أمريكية عن حدود روسيا. 19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة شديدة ضربت غرب ألمانيا. أهلا بكم. تسلم الرئيس سياس أفورقي اليوم 15 من يوليو أوراق اعتماد 11 سفيرا. وفي المراسيم التي جرت في قاعة دندن تسلم الرئيس سياس أفورقي أوراق اعتماد سفراء جمهورية الصين الشعبية تشاي جاي، وجمهورية إيطاليا ماركو مانشيني، وجمهورية فرنسا موريال سوريت، وكذلك منسق منظمات الأمم المتحدة في إريتريا أمبيكيو ساندي. كما تسلم أوراق اعتماد سفراء اليابان وجمهورية كوريا وجمهورية تنزانيا واتحاد سويسرا ومملكة هولندا وجمهورية زيمبابوي ومملكة النرويج كسفراء غير مقيمين. وأوضح السفراء في المناسبة على العمل لتوطيد علاقات بلادهم مع إريتريا والدفع بالتعاون في مختلف المجالات. وقال سفير جمهورية الصين لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن لإريتريا والصين علاقات تاريخية طويلة وتعاون أخوي، وأن المباحثات التي أجراها مع الرئيس سياس أفورقي تدعم وتوطد العلاقات القائمة المبنية على أسس متينة. وقالت منسقة منظمات الأمم المتحدة إمبيكو ساندي أنها لها عظيم الشرف للعمل في إريتريا مندوبة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة العمل كشريك حقيقي لرؤية إريتريا التنموية. خرجت كلية الزراعة في حمل ماله اليوم 15 من يوليو 327 طالبا في 9 مواد، 163 منهم بدرجة البكالوريوس و164 بالدبلوم. وتخرج طلاب في مجالات الاقتصاد الزراعي وعلم الزراعة وعلم البذور وعلم النبات والفواكه التربة والبيئة ووقاية النباتات والبيطرة والهندسة الزراعية والثروة البحرية وعلم الغذاء وتقنية حيوية. وأوضح عميد كلية الزراعة البروفيسور ولد أملاك أرايا في المناسبة إن هدف الكلية تأهيل قدرات بشرية في علم الزراعة والقيام بأبحاث زراعية لرفع الإنتاج كما ونوعا وتقديم النصح الزراعي ونقل التقنية الزراعية للمزارعين. وذكر إعداد المنهج والمصادقة عليه والبدء لتقديم الدراسة في البيطرة من 4 سنوات إلى 6 سنوات للتخرج بدرجة الدكتوراه. ودعا الخريجين لتطبيق الدراسة التي تلقوها لتطوير الزراعة وصقلها بالعلم واكتساب المزيد من المعرفة. وخرجت كلية الزراعة في حمل ماله منذ بدء نشاطها 5472 طالب في مختلف المجالات. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم 15 من يوليو في مراكز العزل في أقاليم الأوسط وعنسبة وشمال البحر الأحمر والقاشبركة أظهرت إصابة 35 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت 12 من الإصابات في الإقليم الأوسط و12 في كرن بإقليم عنسبة و6 في مصوى بإقليم شمال البحر الأحمر و5 في إقليم القاشبركة، 4 في علي قدر و1 في هيكوتا. في غضون ذلك شفي 72 مريض كورونا في الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6382، شفي منهم 6020 وتوفي 30 مريض كورونا، فيما لا يزال 332 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من يوليو لعام 2021.
نظمت يومي 13 و14 من يوليو حملة واسعة للتشجير في الإقليم الأوسط بموجب الخطة الموضوعة لغرس أكثر من مليون شتلة أشجار وإصلاح مجاري المياه تحت شعار جهد قوي للحملة الخضراء. وشملت الحملة التي جرت في مناطق بيت قرقيس وبلينيكي وميسروا إعداد الحفر للتشجير. وأوضح مسؤول مشروع مياه ميسروا في شركة أسمرة فلاورس السيد سليمان محمد قيامهم بأنشطة تشجير متواصلة منذ العام 2008، وقد نمت 80% من الأشجار المغروسة، ويستمر العمل بتوسع هذه السنة استفادة من التجارب السابقة. وقام عمال شركة ساوا للإنشاءات بقرص حوالي 3000 شتلة في بيت قرقيس، وعمال سجن للإنشاءات 6000 شتلة في نفس المكان. وأفاد سلطة الغابات والحياة البرية إعداد أكثر من مليون شتلة لقرصها في موسم الأمطار بالإقليم الأوسط بحملة الطلاب التنموية وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وشركات البناء وجمعيات النضال والشعب. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرانا في مديرية دكم حرب بأن المديرية شهدت تنفيذ أنشطة نفير واسعة لإنجاح الحملة الوطنية الخضراء وإصلاح مساقط المياه. وبموجب ذلك قام أعضاء جمعيات المناضلين القدامى التعاونية للفرق 52 85 16 61 96، وكذلك أعضاء القيادة الوسطى بقرص أكثر من 700 شتلة في حديقة الشهداء. وذكر 85 مناضل شاركوا في النفير بأن تنظيم البرنامج في بداية الخريف يساهم في نجاح الشتول، ومشيدين المساهمة الفاعلة التي تشهدها برامج التشجير. وقال مسؤول الإدارة والمالية في مديرية دكم حر السيد قرماي السيت إن أعداد حفر لغرس الشتول مسبقا ساهم في فعالية البرنامج، داعيا الدفع بأنشطة مماثلة. عقد سيمينار في مدينة دوباروبا لأصحاب وعمال المرافق الخدمية حول قوانين وتعليمات العمل. وأوضح ممثل قائد مركز الشرطة في دوباروبا سيد بأمنة كبروما في السيمينار الذي عقد يوم 12 من يوليو وجوب تنفيذ كامل لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أثناء تقديم الخدمات للزبائن. وشدد على وضع حد للانتهاكات القانونية التي تحدث في بعض الأحيان، داعيا المرافق الخدمية لتوخي الحذر والمساهمة الواعية. من جانبها أوضحت مسؤولة القانون والنظام في مدينة دوباروبا السيدة نيجستيتس فاميكيل اتخاذ إجراءات من التحذير حتى العقاب ضد المرافق التي تنتهك القانون، مناشدة للحفاظ على النظافة وتقديم خدمات جيدة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. ضمن خطة لتحقيق أهداف القارة في مجال المناخ، قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء 12 مقترحا في إطار مشروعها المنتظر حول ترسانة تشريعية تتعلق بالحد من استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين وفرض على الرسوم على الكلورسلين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون. وقدمت المفوضية الأوروبية خطة تهدف لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55% بحلول 2030 مقارنة بعام 1990، لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقا. وحذر نائب رئيس المفوضية من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مقنعا بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة للأسر. وبين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوعة مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، وقف المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتبارا من عام 2035. قال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن 4 مقاتلات من طراز ميغ 31 وسوخي 35 رافقت 3 قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز H-52B عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيربيانغ. وأضاف المركز في بيان:
لم تسمح المقاتلات بحدوث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية. وشدد البيان على أن المقاتلات الروسيات نفذت مهمتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية. ونوه المركز بأن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بالقرب من الحدود الروسية. من جانبها دعت وزارة الدفاع الروسية مرارا الدول الغربية إلى التخلي عن مثل هذه الأعمال، لكن هذه الدول لم تظهر أي رد فعل على ذلك. أعلنت الشرطة الألمانية أن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وفقد أكثر من 50 آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت 6 منازل. وقال متحدث باسم شرطة كوبلينتيس لوكالة فرانس بريس أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى سقوط 4 قتلى في منطقة أرفيلير ماتوا بسبب الطقس أو بسبب كوارث. ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا ففي بلدة شوالد في جنوب بون، حيث انهار 6 منازل تقع على ضفاف النهر، وأحصت الشرطة بين 50 و60 مفقودا، وتبدو منازل أخرى مهددة بالانهيار. وتقع المناطق المتضررة في فيرلاند بلاتين التي ضربتها مثل كل غرب ألمانيا أمطار أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجار وأغلقت الطرق والمنازل بالمياه. هذا وجرفت مياه الفيضانات السيارات في مدينة ليجيك البلجيكية، حيث تم وضع مقاطعة ليجيك تحت مستوى الإنذار الأحمر. وأكدت القائمة بعمل حاكم مقاطعة ليجيك مصرع شخصين على الأقل وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت المقاطعة خلال الساعات الماضية. وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه في الشهر الماضي وبأكثر من توقعات المحللين، مسجلا على مستوى منذ العام 2008 مع استمرار تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا. ووفقا لبيانات مكتب إحصائيات العمل الأمريكية الصادرة، ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.9% في يونيو الماضي على أساس شهري، وهي أعلى وتيرة منذ يونيو عام 2008، وبعدما زاد بنسبة 0.6% في مايو السابق له، ومقابل توقعات ارتفاعه بنحو 0.5%. أما معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين فزاد 0.9% في يونيو على أساس شهري بعد ارتفاعه بنحو 0.7% في مايو السابق له، فيما صعد بنحو 4.5% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة منذ سبتمبر عام 1991. أبرز عناوين النشرة: الرئيس السياسي أفورقي يتسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا. كلية الزراعة في حمل مال تخرج 327 طالب وطالبة. إصابة 35 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطته التاريخية لاقتصاد بيئي. 4 مقاتلات روسية تبعد قاذفات أمريكية عن حدود روسيا. 19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة شديدة ضربت غرب ألمانيا. انتهت النشرة، وفي أمان الله.